حرفيًا نفس التنوّع بتاع اللاعب بن شرقي على المهارات على الخطوط أو على الجناح. اللاعب القيمة التسويقية بتاعته 2.000.000$. اللاعب مميز جدًا، جدًا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. حلقة جديدة من تايم الأهلي مع أوحة على اليوتيوب، إن شاء الله تكون حلقة مميزة عليكم. النهارده معانا بقى صفقات، طبعًا سلسلة الصفقات اللي إحنا بنتكلم عليها بقى لنا 3، 4 أيام بنتكلم على الصفقات اللي داخلة نادي الأهلي واللي الأهلي بيتكلم عليها. فالنهارده هنعرض عليكم كام اسم كده الأهلي بيخلص فيهم، وكام اسم برضه الوكلا بتاعة اللعيبة عارضينهم على الأهلي، وبرضه مارسيل كولر بيتفرج عليهم وبيشوفهم أنهي لاعب هيبقى ليه اللي هو ييجي نادي الأهلي ويبقى مميز في نادي الأهلي وكده. فالنهارده هنجيب لكم كل الصفقات، فكمل معايا الفيديو لحد الآخر علشان الفيديو ده هيفيدك جدًا، جدًا كأهلاوي، كمشجع أهلاوي. وكمان لو لسه ما ضغطتش على اللايك كده اضغط على اللايك ودوس اشتراك وفعل زر الجرس علشان ييجي لك كل صفقات الأهلي من تايم الأهلي هنا، بنعرضها لكم أول ناس إحنا. وكمان ما تنساش تدعي لاخواتنا وحبايبنا اهل غزه، ربنا ينصرهم ويوفقهم ان شاء الله. ويلا بينا على اول صفقه معانا من الدوري الامريكي. حل من بلاد الجمال في امريكا اللاتينيه يحتاج عملاق القاهره. لاعبنا هو احد افضل لاعبين الدوري التشيكي هذا الموسم. الاهلي بيخلص رسميا في اللاعب ميكسيميليانو. طبعا ميكسي جناح ايمن صاحب ال 24 عام، بيلعب في فريق يونيفير بطل كاس تشيلي الموسم الحالي. وصيف خلف العملاق كولو بفارق نقطتين فقط. ميكسي لاعب دولي وشارك مع منتخب تشيلي في آخر 3 مباريات في تصفيات. ميكسي لاعب الموسم الحالي 27 مباراة، ساهم ب11 هدف، سجل 6، صنع 5 في الدوري فقط. ميكسي كمان له رقم خارق الموسم الحالي في الدوري، وهو انه قدر يعمل في 27 مباراة 60 تمريرة مفتاحية للتسجيل، وده رقم مرعب. عايز اقول لك مثلا ان اعلى رقم وصل له زيزو او حسين الشحات كان 44. مثلا على المستوى الفني في حاجة غريبة لاحظتها في اللاعب، وهي انه ما عندوش قدم مفضلة حرفيا. يعني هو اللي بيرفع كل الركنيات مرة باليمين ومرة بالشمال حسب الزوايا، وكذلك كل الكرات الثابتة حسب الزوايا، وده خلاه انه يصنع اهداف وفرص كتيرة، وممكن تستغله كصانع العاب في الظروف معينة. بالإضافة إلى أنه مميز في اللعب بالراس، سريع وقوي والفينش رائع. حرفيا نفس التنوع بتاع اللاعب بن شرقي على المهارات على الخطوط أو على الجناح. اللاعب القيمة التسويقية بتاعته 2.000.000$. اللاعب مميز جدا، جدا. أنا قلت لكم في الأول إن هو برازيلي، هو بالفعل برازيلي بس بيلعب في الدوري التشيكي، وكمان اتجنس لمنتخب التشيكي وبيلعب معاهم. فاللاعب انا شايفه محترم جدا، جدا، وبنفس السعر بتاع اللاعب ايفرتون اللي احنا عمالين نتكلم عليه ونقول عليه من بدري، وطبعا اللاعب لسه لحد دلوقتي ما خلصش. فده لاعب من ضمن اللعيبه اللي هي معانا النهارده في الصفقات. فان شاء الله تكون يعني لو الاهلي خلص فيها يقدر يجيبه، هتكون صفقه مميزه جدا، جدا. على فكره عايز اقول لكم بس حاجه او نقطه صغيره. لما بجيب لكم صفقه واطلع اتكلم معاكم فيها او اقول لكم عليها، ببقى اتفرجت عليه كويس. ببقى اتفرجت عليه كذا مره. شفت يعني انا بجيب لكم كل ده باللي انا شايفه قدامي. اللاعب ما بقولش عليه ان هو بيعرف يسدد بدماغه بالرأسيات غير لما فعلا بشوف ده. اللاعب ما بقولش عليه سريع غير لما فعلا بشوفه سريع. اللاعب ما بقولش عليه قوي غير لما فعلا بشوفه قوي. فكل الارقام او كل الاحصائيات اللي انا بجيبها لكم دي ببقى شفتها بعينيا، ببقى قاعد كده واتفرج على اللاعب اللي الاهلي بيتعاقد معاه او داخل في المفاوضات معاه، او وكيل هو اللي عرضه على نادي الاهلي. بجيب لكم كل الصفقات
زي ما انا بقول لكم ان انا بتفرج عليها كويس جدا 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 قبل ما اطلع واعرضها عليكم، علشان تبقى في الصوره معايا وشايف اللاعب اللي جاي الاهلي ده عامل ايه. ما انت معلش ممكن اطلع اقول لك يعني اجيب لك خبر كده وهمي واطلع اقوله لك وتاخد كلامي ثقه، وتيجي مثلا اللاعب يتم التعاقد معاه ويجي الاهلي ويروح جاي مثلا انت بقى واخد فكره عنه ان انا قلت لك ان هو جامد وفتك وهيكسر الدنيا والكلام ده، ويجي عندنا بيبقى زي موديس كده مثلا. فانا لازم اعرض الامر كله عليكم بصراحه، لازم اشوف اللاعب كويس علشان اطلع اقول لكم ان الصفقه دي كويسه، وتقدر تشوفها انت بكل الزوايا بقى وكل الطريقه اللي انت عايز تشوفها. وفوق ده كله كمان انت ممكن كمان يعني تعمل زي ما انا بعمل بالظبط. ممكن مثلا تروح جاي جايب على النت عندك، وتروح جاي مثلا داخل وشايف الصفقه، تكتب اسمه مثلا، هتلاقي الصفقه عنده هو اسمه مثلا مثلا احنا بنتكلم على ميكسيميليانو ده. اكتب ميكسيميليانو هتلاقي الصفقه او هتلاقي الفيديوهات بتاعته عندك على اليوتيوب كمان. ابحث على اليوتيوب هتلاقي كل الاهداف وكل الاحصائيات بتاعته موجوده. يعني لو انت مش مصدق كلامي اعمل اللي انا بقول لك عليه ده، خد كلامي ده واطلع او ابحث على اليوتيوب، هتلاقي كل الاهداف وكل الحاجات ديت عندك. فطبعا الصفقه ديت لو الاهلي بيخلص فيها هتكون كويسه جدا. طبعا احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على صفقه مصطفى زيكو وعبد الرحمن البنوبي، هنتكلم شويه بقى في جزئيه الصفقات اللي هنا في الدوري المصري. معروض على الاهلي مصطفى زيكو، ومعروض عبد الرحمن البنوبي ومحمد اسماعيل ومصطفى العش. تمام، 4 صفقات اهوت. والصفقه الخامسه اسامه فيصل. اسامه فيصل لاعب بنك الاهلي اللي كان بيلعب سابقا في نادي الزمالك. فالخمس صفقات دول الاهلي على الاقل خالص هيخلص منهم 3 وهيسيب 2. لما عرضوا الكلام ده على كولر يعني هو متمسك لحد دلوقتي على مصطفى العش وعبد الرحمن البنوبي. الاثنين دول كولر عايزهم يجوا نادي الاهلي. طب ماشي، الثلاثه التانيين اسامه فيصل وعندك مصطفى زيكو ومحمد اسماعيل، الاداره متمسكه جدا او لجنه التخطيط متمسكه جدا على محمد اسماعيل، شايفاه افضل من مصطفى العش، وكولر شايف مصطفى العش افضل من محمد اسماعيل. طب ايه الحل وايه اللي هيتم في الحاجه ديت؟ لجنه التخطيط هتقعد مع كولر ومع امير توفيق واللجنه المتشكله للتعاقدات ومحمد رمضان، وهتخلص الصفقه مع القعده اللي هتحصل ديت. فهيطلع من القعده ديت 3 اسامي زي ما احنا قلنا. طبعا الاداره عايزه تجيب مصطفى زيكو وعايزه تجيب اسامه فيصل كمان مهاجم. فالراجل متمسك بس زي ما قلنا لكم الاثنين بس دول اللي الاهلي عايزهم. فان شاء الله كل ده هنعرفه اليومين الجايين دول، القعده بعد ما يقعدوها مع بعضيهم ويتفقوا على 3 صفقات. هيطلعوا ب3 صفقات من ال5 اللي احنا قلنا عليهم، وان شاء الله هنطلع اول ناس نقول لكم على ال3 صفقات اللي الاهلي هيختارهم واللي الاهلي عايزهم من الدوري المصري هنا. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان تدعي لاخواتنا وحبايبنا اهل غزه ربنا ينصرهم ويعافيهم وان شاء الله ويطلعهم من اللي هم فيه. وفي النهايه شكرا لكم، وانتظرونا بكره ان شاء الله الساعه 2. شكرا لكم وشكرا لدعمكم الدايم ليا. السلام عليكم.